السكر والحلويات في رمضان، هو فين الغلط؟ السكر في رمضان موجود في كل حتة، مش بس في الحلويات، موجود في العصاير، موجود في النشويات في الفطار زي الرز والمكرونة والعيش وغيرهم، وكمان موجود في السحور. وفي ناس بتقول رمضان شهر الحلويات، وناس تانية تقول أنا صايم طول اليوم واستاهل أحلي. بس السؤال الحقيقي مش نمنع السكر ولا نسيبه، السؤال الأدق فين الغلط اللي بيبوظ الصيام ويحول الحلويات من متعة لمشكلة؟ قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. والمعنى هنا إن العدل مش بس في التعامل مع الناس، العدل كمان في التعامل مع النفس والجسد، لأن الجسم أمانة، ولما يدخل عليه السكر بعنف أو في توقيت غلط ده مش استمتاع، ده تحميل زيادة. ورمضان ما جاش عشان نختبر قدرة الجسم على التحمل، رمضان جاي عشان يعلمنا نحط كل حاجة في مكانها الصح. السكر ليه مكان وليه وقت وليه حد، ولما العدل يغيب في الأكل الجسم بيرد بلخبطة، ولما العدل يرجع الجسم بيهدى. وده جوهر الصيام اللي بيخلي العبادة صحة والصحة عبادة. طيب السكر والحلويات فين الغلط؟ الغلط الأول إن السكر يدخل بدري أو أول ما نفطر عصير أو حلويات أو سكر سائل، فيبتدي الأنسولين يطلع فجأة والجسم يدخل في صدمة ويقفل على الحرق تماما من أول ساعة. الغلط التاني إن السكر يدخل لوحده من غير ما يكون معاه بروتين ولا دهون صحية، فيعلى بسرعة وينزل بسرعة ويطلع مكانه جوع وكسل ولخبطة. الغلط الثالث إن السكر يبقى عادة يومية من غير حساب، مش لأن قطعة الحلو وحشة، لكن لأن التكرار بيخلي الأنسولين دايما عالي، وساعتها الصيام بيفقد دوره كأداة تنظيم. في خطأ شائع إن في ناس كتير فاكرة إن المشكلة في الحلويات نفسها، لكن الحقيقة إن المشكلة مش في الحلو، المشكلة في التوقيت والكمية والشكل اللي بيدخل بيه. طيب إمتى السكر ما يبوظش الصيام؟ السكر ما يبوظش الصيام لما يدخل والجسم مستعد له، مش متفاجئ بيه، وده يحصل لما يكون بعد وجبة متوازنة فيها بروتين بيشبع ويبطئ الامتصاص، وفيها ألياف بتمسك السكر وتمشيه على مهله، وفيها دهون صحية تهدي الاستجابة الهرمونية. ساعتها السكر يدخل بهدوء والإنسولين يعلى بشكل طبيعي، ما هياش قفزة، والجسم ما يحسش بتهديد. ولما السكر يدخل بكمية صغيرة ومش كل يوم ومش على معدة فاضية، الجسم يتعامل معاه كجزء من وجبة مش كصدمة، فلا يقفل الحرق ولا يلغي أثر الصيام. لأن الصيام فايدته مش إنك ما تدوقش سكر، فايدته إنك تخلي الإشارات الهرمونية دايما هادية، ولما الإشارات تفضل هادية حتى مع وجود قطعة حلو الصيام يكمل شغله من غير ما يتحول من أداة تنظيم لأداة لخبطة. الخلاصة الحلويات ما بتبوظش الصيام، اللي بيبوظه الاستعجال وقلة الوعي. رمضان جاي يعلمنا نستمتع من غير ما نندفع، ونختار من غير ما نغلط. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي لليوم ال15. سلام عليكم.